السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. اليوم جيت وجبت معايا وصفه جديده، الحوت ديال ميغلون كولان اللي كنقولوا له بالدارجه الكولا. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتبقوا معايا حتى الاخير. الخضر اللي كنستعملوه في الحوت مطيشه، البطاطا، خيزو، فلفله، الحامض اللي تنقيوهم تنقطعوهم بهذه الطريقه. هذه كل واحد الطريقه ديال كيفاش كيقطعوهم. هذا هو البواسون ميرلون كولان اللي هو تيقولوا ليه الكولا. بالنسبه لهاد الشرموله غادي نحتاج ملحه، الابزار، الكمون، الجنجبير، تحميره بابريكا، شويه الخرقوم، القزبر معدوس بالزايد، الثومه محكوكه، ورقه موسى، الزيت الروميه وزيت الولديه، عصره الحامض نضيفها للشرموله، درت عويدات ديال كرافس تحت في قبل ما نحط خضره. كرافس كيعطي واحد المذاق غزال في الحوت. الشرموله ديالي غادي نخشيها يعني في ساحلي بشحين فوق ديال الحوت، الداخل ديال الكرش ديالو، الراس ديالو نعمرها مزيان بشرموله كي كتشوفوا في الفيديو. في الاخير غنضيف على الشرموله ديال الحوت كي كتشوفوا مطيشه ديال خيط معلقه كبيره ودرت فيها الماء ما تبقاش خضره، وغنضيف على الحوته. هذه كتبقى اختياريه يعني ماشي ضروريه. انا كتعجبني الطريقه هذه وكتعطي واحد اللذه في الحوت، اللي ما بغاش يدير يستغنى عليها ماشي ضروريه. غنضيف عليه زويتينات حتى هما اختياريين. دابا غندخل الفران واحد 15 20 دقيقه لان الحوت فيه ساكيطيب. شفتوا هذا الكولا هذا طب بزاف
ما تنبغيش نكون الحوت قاصح كما يكون يعني كتاكلو بحال كتاكل في الدجاج، يعني كنظن ما يكونش قاصح. هذا هو الشكل النهائي ديال الحوت من خرجته من الفران. كنتمنى ان يعجب بكم، كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات والاشتراكات كالعاده والتعاليق، واللي يدخل عندي جديد كنتمنى يدير لي اشتراك ويبارطاجي القناه ديالي باش تعم فائده للجميع، نكونوا قناه مجموعين. ونخليكم الى فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.